السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي. انا النهارده يعني انا مش عارفه هنعمل ايه بصراحه. يعني احنا يا دوبك لسه النهارده واخدين المرتب من امبارح، صرفناه امبارح، صرفته النهارده. يعني انا النهارده كده جبت حاجات انا بصراحه مش عارفه. صرفت 700 جنيه. طب تعالوا احسبوها معايا كده. يعني انا جبت لمبه بصراحه عشان عندي الاضاءه في قلب المطبخ ضعيفه، فعشان التصوير كمان وكده فانا رحت جبت اللمبه دي. في اللي قال لي ب70 وفي اللي قال لي ب80. يعني انا كمان ايه، يعني ببحث كمان عن الحاجه الموفره، يعني على ارخص حاجه. يعني في اللي قال لي ب70 وفي اللي قال لي ب50. طيب يعني انا دلوقتي ديت جبتها ب40. يعني فضلت ابحث وادور واتمعنن لحد ما لقيت واحد قال لي ب40. فدي انا جبتها ب40 جنيه، لكن بره بتتباع هي ب70 وب80. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا كمان بوفر وبحاول ان انا ايه ادور على الاحسن. دي عشان احطها في المطبخ. فاستنوا ما نركبها كده ونشوف الاضاءه بتاعتها تبقى عامله ازاي. استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. عين اللي فوق بس دقيقه واحده كده اهو. بص انا كنت مركبه الحجم ده، فاصبروا بقى لما نشوف الحجم ده ولا الحجم ده هيعمل ايه. ما شاء الله ما شاء الله. بس عارفين، لا والله نورت، فرقت كتير قوي. ما شاء الله عملت الاضاءه حلوه. يعني انتوا لما تروحوا في المطبخ هاتوا الحجم ده. شوف انا كنت مركبه ايه، الحجم ده ما كانش عامل حاجه وكان يعني مضلم الدنيا. بس قولوا له هات الموفره دي، موفره. دي زي ما انتم شايفينها اللي هي دي. لا بصراحه ما شاء الله فرقت كتير قوي في الاضاءه وجميله ونورت لي المطبخ. لا تستاهل ال40 جنيه. وجبت كمان الشفشق ده. ما اقول لكم القصه بتاعته. انا امبارح زي الشملوله كده الخلاط بتاعي ما بيشتغلش. استنوا مانعين بقى الكيس بس عشان اوريكم. القطعه اللي هنا دي كانت باظت، ما كنت احطها في الخلاط ما مش عايزه تلف ولا تدور. فرحت انا اخدته بقى زي الشطره كده ورحت عشان اصلحه. بعد ما صلحته والله ب50 جنيه، دفعت 50 جنيه عليه بجد. بعد انا بقى ما صلحته زي الشطره كده وجاي اروح، ما اعرفش يعني انا وقع مني في الشنطه. يعني انا كان الشنطه كنت جايبه فيها حاجات تانية وكده، فللاسف وانا بركب الاتوبيس تقريبا بعدين ما صلحت والله ب50. حد كان باصص لي فيه ولا ايه. على العموم الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل. على بال ما جيت بقى من البيت انا مش لاقيه الجزء اللي انا خدت الجزئين مع بعض، عشان انا كنت اخدت الجزئين مع بعض عشان يركبهم لي. فهو غير لي الجلده اللي هنا وغير لي الجلده اللي هنا. جيت ادور لقيت الجزء ده الحمد لله اللي هو الموتور. الحمد لله ان مش ده اللي وقع، وان الشفشق هو اللي وقع مني. والله انا فعلا كنت زعلانه قوي بالليل لان انا لسه مصلحاه والشفشق بتاعي جميل وجديد يعني مش قديم. فاضطريت النهارده اروح ان انا اسال عليه، ما لقيتوش طبعا. فاضطريت ان انا لازم اشتري واحد، لان طبعا انتوا عارفين لا غنى عني. يعني هعصر فيه طماطم، هعصر فيه عصير، ساعات بعمل فيه الكيكه، فطبعا لا بديل يعني عنه. فاضطريت غصب عني ان انا اشتري خلاط. بس خلي بالكم بقى يعني دوت بلاستيك، يعني عشان لو حد عاوز يشتري خلاط. يعني العرايس لما تجيب ما تجيبش الباغ، لان في بلاستيك وباغ. الباغ مجرد انت تعمليه كده وقع منك هينكسر على طول. وطبعا يعني بردك ده بيقع مننا كتير قوي، فحاولي ان انت تحرصي تجيبي بلاستيك. فده البلاستيك. فطبعا البلاستيك دلوقتي يعني بقى غالي، فبردك نفس الحكايه، نفس القصه بتاعت اللمبه. في اللي قال لي بردك ب150، في اللي قال لي ب100، في اللي قال لي ب120. بردك انا قعدت اتفحص واتمعنن وادور وابحث، مش من واحد ولا اتنين ولا تلاته، لا انا سالت اكتر من واحد لحد ما توصلت الحمد لله بقى لواحد ادهوني دوت ب80 جنيه. بس انا بالنسبه طبعا كان بيقول لي 120 و170، صدقوني واحد قال لي كمان 190، قال لي عشان دوت الاصلي والبلاستيك ومش البلاستيك والقصص بتاعتهم ديت. انا الحمد لله جبت دوت ب80. بس زعلانه والله بردك على اللي ضاع مني، كان حلو قوي لكن الحمد لله. استنوا ما نجربه كده بقى ونشوفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هيشتغل ولا ايه بالظبط؟ بسم الله بسم الله.
شاء الله. الحمد لله الحمد لله. فاعتقد ان هم دول بس اللي بره الحسبه، يعني دي ب80 واللمبه ب40، يبقى دي كده 120. خلاص 120 من ال 700 اللي انا صرفتهم، 120 من ال 700 هيتبقى 580. يبقى انا رحت جبت خضار وحاجات ب 580 بس النهارده. فتعالوا بقى ما اوريكم الخضار اللي انا جبته النهارده اللي ب 580. انا مش عارفه يعني بصراحه. تعالوا ما نشوف. انا مش عارفه، انا هتجنن والله العظيم. يعني انا بجيب كمان بالرخص. يعني انا جبت كيلو خيار. كيلو خيار ده مثلا عندنا ب 12 او ب 13، انا جبته ب 10. بس بصراحه بصوا الخياريه، بصوا الخياريه قد ايه حلوه وجميله ازاي. بصراحه لا الخيار كمان صابح اهوت وكان جميل. فانا لقيته ب 10 جنيه فانا جبت كيلو. يبقى انا كده وفرت بردك اهو 2 جنيه او 3 جنيه. وجبت بصراحه لما بتلاقوا حد بقى بتاع مناديل ماشي، دول بيبقوا غلابه وما بيشحتوش. فبصراحه انا بشتري منهم. اي نعم المناديل مش حلوه، مش جيده، لا مش الجوده مش جيده. لكن انا بشتريها منهم وبديله كمان بزياده. يعني دي تمنها مثلا 5، بطلع له انا حاجه بردك بزياده، ما توصلش بردك ان انا ادفع 700 جنيه لا. فلما تلاقوا يا جماعه حد بتاع مناديل حد كده تشتري منه يا ريت، لان هو ما بيشحتش. وجبت ايه يا رب بردك؟ وجبت 2 كيلو بطاطس. البطاطس دي بقى حلوه قوي، اللي هي المحمره. هاتوا المحمره دي بتبقى جميله، يعني بتبقى تحمير، بتبقى حلوه قوي في التحمير وفي الشيبس كمان. دي كانت عندنا ب 13 جنيه، لا انا جبتها ب9. انا جبتها ب9 جنيه، يعني انا كده وفرت حوالي 4 جنيه. فحلو يعني. جبت حوالي 2 كيلو ونص. وجبت ايه كمان عشان انا عايزه اعرف يعني. جبت دي بتاعت عسل نحل. دي لقيتها ب4 جنيه. فانا جبتها ساعات يعني بحب ان انا احطها على زبادي وافرده على وشي، فجبتها. وبصراحه انا بعشق الايس كريم النوع ده. انا كنت بجيبه ب3، فوجئت النهارده هو ب6 جنيه يعني. فبعد انا ما كنت جايبه كذا علبه، لا اكتفيت بعلبه واحده بس. قلت دي هنجيبها علبه واحده وننصصها بينا وبين بعضينا، بيني وبين ابني اتش هننصصها سوا. فانا مش عارفه بردك. وجبت لبن. وجبت لبن. انا بخلي الراجل يعمله لي انصاص كده عشان لما بعمله كيلو ساعات يعني ما بستخدمهوش فالاقيه قطع. فعشان كده انا لما بروح انا عندي اللبن ب 22 جنيه. اللبن في منطقتي ب 22، لا ده ادهولي ب 17. فطبعا يبقى حلو قوي ب 17، يبقى انا كده وفرت حوالي 5 جنيه. فانا جبت ما شاء الله بتاع 4 كيلو بس عملته انصاص. بس طبعا دوت يعني هيقعد معايا يعني حوالي يعني بتاع اسبوعين كده ولا حاجه. فانا جبت حوالي 4 كيلو و بقول له اعملهم لي انصاص. حلو لما بتطلعي النص كده وتعمليه بردك. انا مش عارفه. وجبت الزبادي دي الواحده ب5. حلو، حجمها حلو وكبير. حتى انا خليته يغلفها لي، قلت له عشان هركب مواصلات فغلفها لي بالطريقه دي بصراحه عشان ما تتدلقش مني. دي جبتها ب5. هنا عندنا بتتباع ب7 جنيه واقل من دي، اقل من دي. دي انا جبتها ب5 فجبت 4. واللبن بس اشيله في الفريزر عشان ما يقطعش مني. واحنا عندناش حد بيبيع جلاش ولا حاجه، فجبت الجلاش ده بردك قلت ما اشيله في الثلاجه في الفريزر، اعمل منه بقى جلاش مثلا حلو، او هعمل منه بيتزا، هعمل منه فطيره شرقي. يعني بصراحه الجلاش ده بيبقى حلو قوي، اخف حاجه واسهل حاجه سريعه كده على الاكل. هتروحي على طول لما اقطعاه شويه سمنه وزبادي وبنعمله وبيبقى حلو. فانا جبت الاثنين دول بكام يا رب؟ اديتهاني اديتني ديت ب 12 ودي من بردك ب 12. انا بقول لكم جبت ايه كمان. بصراحه بقى انا بعشق الويندوز ده. الويندوز ده لدرجه ان بصوا انا جايبه 4. انا جايبه 4 اهو. فاكلت 2 وانا جايه في الطريق، لان انا بصراحه بحبه قوي قوي، بعشقه بجد. انا جبت الويندوز ده كمان حاجه حلوه قوي. مش عارفه بردك جبت
كمان كرتونه بيض، بس بص الراجل بقى خلولي يعمله لي ازاي. حلوه قوي كده عشان لما تجيبوا الكرتونه ما تتكسرش منكم. اهو بيلفها لي هو بالطول زي ما انتم شايفين بالطريقه دي اهي، بيخليه يلفها لي بالطول بالطريقه دي اهو. بيحط لي من هنا كرتونه اهو ومن هنا كرتونه اهو، والبيضه اهوت في النص اهوت فيه البيضه اهو بيحط لي كرتونتين. استنوا بقى ما نعدلها كده اهي، بحيث ان انا ببقى ماشيها وبص ورابطها اهي. بصراحه بقى تركبي بيها مواصلات، تمشي تروحي وتيجي. الحمد لله الطريقه دي بتحافظ عليها جدا. يعني لما تكوني جايبه كرتونه بيض اعملوا كده، اقول له اعمل لي الكرتونه اهي بتاعت البيض، ويعمل لي كرتونتين من فوق ويربطوها باي رباط او اللزق اللي عندهم ده، ويحطوه لك في شنطه بلاستيك بالشكل ده. انا بقيت ماسكاه كده زي ما يكون ماسكه شنطه. البيض ده يا جماعه يا حبايب قلبي كان ب 2 جنيه تقريبا و60 قرش. النهارده رحت لقيته ب 3 جنيه الواحده. لقيته يعني الكرتونه ديت ب 90 جنيه. لا وجايباه ايه كمان من مكان رخيص، يعني ده بيقول لك ارخص حاجه. فالبيت ده بس طريقته دي بصراحه عجبتني، ان انا يعني مشيت بيها ما حسيتش بصراحه خالص. استنوا بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول ان احنا نعملها الناحيه الثانيه كده عشان انا عايزه بصوا اهي بالراحه كده ما يحصلش اي حاجه اهي اهو بالراحه كده مش هيحصل له اي حاجه الحمد لله. انا بس عشان عايزه اشوف الرباطه عشان اشيل الرباطه بتاعتها، لان الرباطه اهو ما شاء الله. بصوا ما تكسرش الطريقه دي، بصي محافظه عليه، تطلعي تركبي تمشي. بصراحه الطريقه دي حلوه قوي متحافظه عليه جدا. اما تكونوا رايحين تجيبوا بيض خلي الراجل يعملها لكم كده بدل ما بيتكسر منكم. دلوقتي كرتونه البيض بقت ب 90 جنيه. طب هنعمل ايه بعد كده الشهر الجاي ولا رمضان؟ ما اعرفش يعني دي كده، يا رب ارحمنا يا رب. يعني بتوع الصابون السائل ما بيعملوش حاجه، ما بيبقاش كويس يعني. انا خليته بس غلفولي في كذا حاجه. ده انا اشتريت بطاس عشان انا هعمل صابون ان شاء الله. ناويه اعمل صابون باذن الله. الصابونه رحت جبتها، كنت انا بجيب صابونه كده بغسل بيها المواعين، لان انا بصراحه الصابون السائل دوت بيوجع ايديا. يعني ما اعرفش بيبقى فيه بطاس ولا ايه، لما بغسل بالصابون السائل ده بيوجع ايديا جدا. فانا عندي ايدي فيها حساسيه شويه، فانا بغسل بالصابون اللي هو بتاع الوش، بس اللي هو المخفض شويه. كان في نوع صابونه كده بجيبها دي كانت ب 2 جنيه وبعدين بقت ب 2 جنيه ونص وبعدين بقت ب 3 جنيه. استنوا ما اوريها لكم، والله لو اوريها لكم. هي الصابونه دي دوش ديت كانت بنص جنيه وكانت كبيره، وبعدين بقت بجنيه ونص وبعدين بقت ب 2 جنيه وبعدين لا ومصغرينها يعني حجمها بصوا صغير قوي. بس هي دي اللي انا بجيبها للمواعين، يعني دي ما بتوجعش ايديا. لكن الصابون السائل بصراحه حتى هتقولوا لي فيبا هتقولي لي مش عارفه ايه، ما فيش بيوجع ايديا سبحان الله. فعشان كده انا رحت اجيبها بقى النهارده قال لي 3 ونص. فعشان كده انا جبت البطاطس ده قلت ما اعمل صابون انا واعمله في البيت. هتقولي لي طب جايبه صابون سائل ليه؟ عشان انا بصراحه يعني بحريقه بان انا بغسل بيه ارضيه الحمام وقعده الحمام. انا عامله ازازه كده لقعده الحمام، كل شويه اشوف قعده كل شويه اشوف القعده. عشان كده انا جايبه الصابون ده عشان ارضيه الحمام وقعده الحمام. وكمان بحب لما باجي امسح الارض احط حبه. ده بص بقى لقيته مركز وجميل وبقال لي ب5 جنيه. احنا هنا عندنا ده بيتباع ب9 جنيه في المنطقه بتاعتي ومش مركز كده. لا هوريكم انا بقى بصوا بقى هنا اللي بيتباع عندي الخفيف ده، وهو الراجل انا لقيت عنده بصوا ده تقيل وده خفيف. فانا جبت من عنده التقيل وجبت من عنده الخفيف. انا بجيبهم لان انا بصراحه بستخدمه في ارضيه الحمام وقعده الحمام كتير جدا، وعشان كده انا جبت دول. جبت بقى بصراحه كتير عشان ما اروحش تاني يعني، او يعني يقعد معايا شهر كده.
يعني انا جبت الاكياس دي عشان تقعد معايا شهر. فبالله عليكم يعني قولوا لي دول كده يتجابوا ب 700 جنيه او 600 جنيه؟ انا مش عارفه يعني بصراحه. يعني 600 جنيه وما جبتش لحمة ولا فراخ؟ طيب يعني نعمل ايه تاني؟ رحمتك يا رب.